طريقة غريبة وحيلة ما تخطرش على بال حد لتفجير دير ونسفه من على وجه الأرض، وهو دير مريمينا بمريوط. واللي حصل، عربية كانت محملة بالطوب راحت عند دير مريمينا، والشخص اللي كان سايقها نزل وراح رن جرس الدير. فراح فتح ليه الأب المسؤول عن البوابة وطلع له وقال له: في إيه يا ابني؟ رد عليه الشخص ده وقال له: يا ابونا، أنا معايا 4000 طوبة، وده تبرع مني للدير. ما أنا عارف إن الدير بيقوم بإنشاءات ومباني وألالي ومحتاج. أبونا فرح ورحب بيه وقال له: يا ابني، كتر خيرك، ربنا يبارك لك ويفرح قلبك. وقال له: ثواني. وراح أبونا راح فتح البوابة، والراجل راح ركب العربية علشان يدخل وينزل حمولة الطوب اللي معاه. وفعلا ركب العربية ودورها، وهو جاي يدخل راح وقف تاني ونزل من العربية، وقف يبص قدام العربية ويتلفت حواليه. بص لأبونا وقال له: هو يا ابني في ايه؟ انت واقف بتتلفت وتبص على ايه؟ هو في حاجة؟ رد عليه الشخص وقال له: اه يا ابونا، معلش، الجمالين اللي واقفين دول ممكن حضرتك تمشيهم علشان خاطر ادخل بالعربية الا سدين البوابة. ابونا بصله باستغراب وقال له: جمالين؟ جمالين ايه يا حبيبي اللي انت بتتكلم عليهم؟ بصله الراجل وقال له: اهو يا ابونا، جمل اهو وجمل اهو. ابونا قال له: حبيبي، مفيش جمال خالص ولا اي حاجة حوالينا. الراجل راح ركب عربيته تاني، ومسافة ما ركب مسافة ما نزل، وبرضه كان بيتلفت ومش عارف يعمل ايه. راح ابونا قال له: في ايه يا ابني؟ قال له: يا ابونا، ما انا قلتلك الجمالين اللي واقفين. ابونا في الوقت ده اتأكد ان في حاجة غلط في الموضوع وان في حاجة غريبة. بص للراجل وقال له: طب يا ابني، هنحل الموضوع ده. خليك واقف هنا يا دوبك 5 دقايق وانا هدخل انادي على صاحب الجمالين يجي ياخدهم من هنا. راح الراجل السواق قال له: خلاص يا ابونا، مستنيك. وفعلا الأب بتاع البوابة طلع جاري على ابونا رئيس الدير وقال له: يا ابونا، في حاجة غريبة بتحصل قوي بره. وراح حكاله كل اللي حصل وعلى موضوع الجمالين. رئيس الدير أول ما سمع فهم إن في حاجة في الموضوع وإن الموضوع مش طبيعي، وده إشارة من مريمينا. رفع إيده وصلى لربنا وقال له: يا رب، اتصرف، إحنا مش فاهمين ولا عارفين اللي بيدور، من فضلك يا رب ارشدنا. ونادى على مريمينا وقال له: يا صاحب البيعة، يلي المكان على اسمك، عرفنا ايه الحكاية وايه موضوع الجمالين. وطلع من بعد كده رئيس الدير مع ابونا بتاع البوابة، وهم رايحين على البوابة سمعوا صوت عربيات الشرطة مالي المكان. ولما وصلوا عند البوابة لقوا الشخص بتاع عربية الطوب واقف مرتبك، وركب عربيته قوام بيحاول يدورها وبيرجع لورا وعايز يمشي من المكان بأي طريقة. بس في لحظة كان عربيات الشرطة محوطاه من كل ناحية وما عطتهوش أي فرصة إنه يحاول يهرب. وأوام راحوا نزلوه من المكان وقبضوا عليه وفتشوا العربية ونزلوا الطوب، تقريبا كده نزلوا الصف الأولاني من الطوب. والمفاجأة هنا، تحت الصف الأولاني يا دوبك متفجرات كتيرة جدا وقوتها عالية، قادرة إنها تنسف الدير وتمحيه من على وجه الأرض من كتر قوتها وشدتها. طبعا رئيس الدير هنا فهم إن مريمينا في الموضوع. بص للظابط وقال له: أنا محتاج أفهم من حضرتك، انتم ازاي قدرتوا تعرفوا موضوع المتفجرات دي بالسرعة دي؟ فراح بص له الظابط وحكاله، قال له: في بلاغ جالنا من ظابط اسمه مينا العجايبي بإن في عربية محملة بالطوب وفيها متفجرات قادرة تنسف الدير بأكمله. وفعلا بناء على البلاغ جينا بسرعة ولقينا كلام الضابط صحيح جدا. رئيس الدير أدرك إن توقعه طلع في محله وإن مرمينا في الموضوع، وراح بص للضابط وقال له: حضرتك عارف مين الضابط صاحب البلاغ؟ قال له: لا، أنا مش عارف.
قالوا ده صاحب المكان اللي على اسمه الدير، مريمينا العجايبي. الكل مجد ربنا وشكر مريمينا على جدعنته وعلى إنه ما سابش المكان وقام بالواجب، ووقف من ناحية جمالين ويعطله الشخص المتطرف علشان ما يخشش ويفجر المكان، ومن ناحية تانية راح بلغ كمان الشرطة وجم قوام وقاموا بالواجب. الواقعة دي حصلت في التمانينات، كانت محاولة من الجماعات المتطرفة بنسف الدير، دير مريمينا بمريوط. وكان رئيس الدير في الفترة دي هو أفا مينا، كان حد قديس وبركة كبيرة. ما كل مكان على اسم قديس بيبقى القديس ده كفيل إنه يحميه ويحافظ عليه. وعلى فكرة مش بس الأماكن من كنايس وأديرة، لأ، ده كل إنسان متسمي على اسم قديس بيبقى القديس صاحب الاسم بيبقى شفيع ليه وصاحب طول العمر. يعني مثلا حد متسمي على اسم مريمينا واسمه مينا، منين ينده على مريمينا ينقذه وينجيه وبيبقى صاحب ليه. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم بشفاعة العذراء أم النور ومريمينا الضابط الجدع.